أهلا بيكم في قناة التاروت وأسراره. حبايبي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. يلا بينا النهاردة نعرف في الفيديو بتاعنا في خروج للطرف التالت. الطرف التالت اللي دخل العلاقة واقتحمها كده، عايزين نعرف ونشوف في خروج ليه ولا لأ. معايا 3 قرايات، 3 مجموعات. معايا بالأحجار طبعا، برضو النهاردة أنا مخليها النهاردة كلها بالأحجار. الحجر الأول بشكل الانفيرا دوت، شكل حلو قوي، طاقته برضو جميلة. والحجر ده هو حجر كده ملون كده بني في بيجيت، حاجات حلوة برضو كده، طاقته برضو كويسة قوي. والحجر دوت بني كده في تعريق ذهبي. اختاروا الحجر اللي تشوفوا ان هو عينك جاية معاه. ويلا بينا عايزين نعرف كده الحبيب او البعيد، او الحبيب البعيد عننا، الطرف الثالث خرج من العلاقة ولا لسه؟ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الطرف الثالث خرج من العلاقة، يلا بينا نعرف. هو حبيبك ندمان عليك، يعني زعلان قوي عليك يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. هو بالفعل خرج من العلاقة، وحبيبك في الوقت الحالي ندمان جدا عليك وزعلان جدا عليك على اللي هو عمله، وان هو كان دخل حد العلاقة، دخل حد العلاقة بتاعتكم. حبيبك بالفعل شخصية في الوقت الحالي، شخصية ميتة، شخصية مش موجودة، شخصية متدمرة، شخصية تعبانة جدا. حبيبك في الوقت الحالي بيعترف لك وبيقول لك انا مت، انا ميت، انا من غيرك انا تعبان. انا تعبت، انا تعبت، انا رحت عملت مشاكل، ورحت عملت حاجات كده وفرقت بينا، وبيعترف لنا ان هو بوظ الدنيا، وبيعترف لنا ان انا ندمان اشد الندم على الحب اللي انا رميته، على الحب اللي انا ضيعته، على كاسات الحب الجميله اللي كانت موجوده وانا رميتها باستهتاري. يعني هو بيقول لنا انا ندمان، بيقول لنا برضو هنا انا كنت في الجنه، كنت عايش مرتاح، كنت عايش مبسوط، كنت عايش راضي، كنت متهني، كنت متدفي في حضنك، كنت مبسوط معاك، انا خرجت نفسي من الجنة. طبعا برضو ندمان هنا. بيحاول يتوازن وبيحاول يمسك نفسه في الوقت الحالي، بيحاول يخلي الامور كده متوازنة معاه. بس بعد ايه؟ بعد ما موت نفسه وموت العلاقة كمان. على فكرة الموت من هنا مش موت ليه هو لوحده، ده موت للعلاقة كمان نفسها. يعني هو بيعترف لنا ان هو موت العلاقة، نفسه ان الدنيا تبدأ معاه تتفتح معاه وتبقى وردي كده، ان انت ترجع تحن ليه وتهدى عنه، وان انت ترجع تتواصل معاه تاني. هو بيقول لنا حياته من غيرك مش ما طلعلهاش نهار ولا طلعلها شمس. بص نص الفرحة مش مكتملة ازاي، بص عايش وحيد ازاي، بص انت مش موجود، بص هو انت مش موجود، عمال يدور على الفرحة بتاعته. نفسه نهار يطلع، نفسه يطلع من الدايرة اللي هو فيها، الخنقة. ده مخنوق، مخنوق، شخص مخنوق مش عارف ياخد نفسه، بس هو اللي عمل في نفسه كده. بيعترف لنا ان انت حد طيب وان انت حد جميل، ما ينفعش يضحي بيكي تاني، ما ينفعش، لانه مات، هو خلاص مات من الحسرة والبعد والندم يعني. نفسه يرجع يتواصل معاك، نفسه يجيلك بسرعة، عايز يرجع يتواصل معاك تاني. ده معناه ايه؟ ان الطرف التالت طلع. عشان كده انا عايز اجي اجري عليك. بس بعد ايه؟ بعد ما موتت العلاقة، بعد انت ما مت وانا مت وموتت العلاقة، جاي دلوقتي بتندم. بتندم بعد ايه؟ بعد ايه يعني؟ جاي بتتمنى تاني ان العلاقة ترجع ويبقى فيها ترسيم ويبقى فيها لم تاني ويبقى نرجع مع بعض تاني كده. بعد ايه؟ بعد ما عملت مشاكل وخربت الدنيا وبوظت الدنيا؟ ولا انت علشان معتمد ان انا حد طيب، عشان انا شخصية طيبة يبقى تمام؟ طب ما كان من الاول نفسك في نهار يطلع تاني وحياة تبقى تانية. بتحاول تتوازن حياتك، بتحاول تتوازن في الوقت الحالي حياتك، عشان حياتك بقت مطفية، حياتك بقت تعبانة، مخنوق، عايش لوحدك علشان خرجت من الجنة. فطبعا الطرف التالت شكرا كده، احنا متشكرين ليه يعني، متشكرين على حسن استقباله كده. الطرف التالت طلع من القراية دي خالص. أصحاب المجموعة الأولى اللي اختاروا الحجر ده،
الطرف التالت طلع الحمد لله. يلا بينا أصحاب المجموعة التانية اللي اختاروا الحجر ده، يلا نعرف الطرف التالت طلع من العلاقة ولا لأ. بسم الله الرحمن الرحيم. واللي عايز قرايات خاصة يتواصل معايا بالحجز طبعا، واحنا بنعرف كل التفاصيل عنه ونهكر طاقته كلها. بسم الله. الطرف التالت طلع من العلاقة، القراية التانية. القراية التانية برضو قراية جميلة برضو مبشرة ليك يا اللي بتسمعها برضو هنا. الطرف التالت هو برضو بيقول لنا، برضو بيندم، بيرجع يجي يقول لنا أنا ندمان، أنا ما بنامش طول الليل، أنا زعلان، أنا حاسس إن أنا بوظت الدنيا، أنا اللي عملت فينا كده، أنا اللي خربت العلاقة بيني وبينك. أنا بحاول برضو قريبة من القراءة الأولى، بحاول أتوازن، بحاول إن أنا أكون شخص متزن. بس هنا بيقول لنا ان هو برضو لسه الطرف التاني بيبص عليه، لان هو بيحاول يتوازن بينك وبينه في الوقت الحالي. يعني هو ما خرجش بالقوي، يعني لسه ليه بقايا في الموضوع. لاصحاب القراءة التانية عشان اكون صريحة معاكم، هو بيحبك، ما بينكرش ده، وزعلان وندمان وما بينامش الليل، بس برضو هو بيقول هو بيحاول يتوازن بينك وبينه، يعني في حتة التوازن دي موجودة برضو، بس هو بيميل ليك أكتر وعايز برضو يرجع يتكلم معاك أنت، ونفسه يتواصل معاك. نفس القراءة الأولى يا جماعة على فكرة، لأن عارف إن أنت حد طيب جدا، حد طيب جدا، حنينة وطيبة وما ينفعش يضحي بيكي. هو بيقول لنا برضو كده، كلامك وحشه قوي، صوتك، أسلوبك، طريقتك، كل حاجة فيكي وحشاه، نفسه يرجع يتواصل معاكي تاني. نفس برضو الكارت برضو هنا كده بيقول لنا انا بحبك، يعني ما ينفعش اخسرك، ما ينفعش انساك. بيعترف لنا برضو بيقول ان انت شخصيه جميله، عندك كل حاجه جميله، عشان كده بيحبك. برضو رجع اعترف لنا وقال لنا انا كنت شخص هوائي، كنت شخص متهور، كنت شخص ما بحسمش الامور، كنت شخص ما حسيتش ان انت ممكن ازعل عشانك قوي كده، ما كنتش عارف ان انا بحبك الحب ده كله، الحب ده كله انت في بالي، انت ما بتخرجش عن بالي، ما بتطلعش من دماغي. نفسي ابدا معاك دنيا جديده وحياه جديده، وان اللي فات دوت كله يروح، نفسي ده كله. طب انت بتتوازن مع التاني ليه برضو في الوقت الحالي؟ نفسي ويرجع برضو كده يكون في لم شمل برضو كده بينكم تاني. الكروت جميلة ومبشرة ان انت، هو بيحبك مش قادر يستغنى عنك، ما ينفعش يبعد عنك علشان انت حد طيب وجميل. اعترف لنا وقال لنا كده بحاول اتوازن مع عمي عناية، بحاول اتوازن. ببص على الطرف التاني شوية اللي كان اخدني منك حبة، بس انت انا مش عارف اضحي بيك، وانا ندمان ان انا سبتك، ولان انت حد طيب جدا. بيقول لنا انت حد طيب جدا ما ينفعش يتضحى بيه، وانا ما بعرفش انام الليل، تعبان جدا نفسيا. برضو بيقول لنا انه خلاص يعني الطرف التاني الى حد ما كده احنا مش موجود، لان هو كروته كلها كروت ندم، كلها كروت حب مشتاق لك. فمعنى كده ان الطرف التاني حتى لو كان هو خلاص بيغمي عينه عنه، وبيحاول ان هو يقفل عينه عنه، هو يعني هنقوله في بقايا منه، بس خلاص بتنتهي، لان باقي الكروت كلها بتدل ان هو ندم ونفسه يرجع ليك. ده كارت الحب، الحب اللي مولع، الحب اللي مدلدق، ايده الحب مع طاقة الحب كتير كتير كتير. وهو برضو رجع ده وقال لنا انا كنت غلطان، ان انا اللي كنت متهور، انا اللي بوظت الدنيا، بوظت العلاقة، وعشان كده انا ما بنامش طول الليل، انا ما بنامش، مش عارف انام. فالقراءة التانية برضو الطرف التاني مش خلاص يعني ما تعتبرهوش موجود، ما تبصلوش اصلا، هو يعني لان حبيبك ندمان عليك جدا. الطرف التالي، القراءة التالتة، سوري، القراءة رقم 3، اللي حابب قراءة خاصة يتواصل معايا 015 من داخل مصر، 015 54 660065، ومن خارج مصر 00201554 46600065 للقراءات الخاصة والحجز القراءات الخاصة. يلا بينا أصحاب القراءة التالتة، في خروج للطرف التالي. هي التلات قرايات الحمد لله كلهم الطرف التالت خرج منها، وطبعا اهي
الطرف التالت كانت قاعدة ومربعة، وكان في غموض كتير في العلاقة، كان في أسرار كتير في العلاقة، كان في حاجات كده كتيرة في العلاقة. آه، قاعدة ومربعة مش عايزة تمشي. لكن هو جه قال لنا برضو هنا كده إن هو بيكمل معايا الكلام. قال لي أنا مش عارف أخسرك ومش عايز أبعد عنك، لأنك حد طيب قوي وحد جميل قوي ومكتفية بنفسك. انت ست جميلة اللي بتسمعي القراية، ست جميلة جدا. ده رأيه فيكي، ان انت حد جميل جدا، حد مكتفي بنفسه، حد شيك قوي، حد أنيق قوي، حد حلو قوي. انا يعني مش عارف اخسرك ومش عايز اخسرك. نفسي ارجع لك بسرعة ونفسي اجي ليكي بسرعة، وندمان على ما فعلت ان انا دخلت طرف تالت في العلاقة بينا. نفسي ارجع اتواصل معاكي. لو ما كانش الكارت ده جالي كنت ممكن اقول ان الطرف التالت لسه موجود، انما الكارت دوت مادام جالي ان العصيان دي كلها عايز يجيلك بسرعة، عايز يتكلم معاك، عايز يتواصل معاك. اظن مش هيروح يتواصل مع الطرف التالت، ما هو معاه، ده المفروض. فمعنى الكارت دوت انه نزل لي بيقول لي وبيفهمني، دليل ان هو نفسه يرجع يتواصل معاك من تاني، عايز يتواصل معاك من تاني، عايز يرجع لك انت من تاني اللي بتسمع القراءة دي. طبعا الكارت ده كمان أكد لي إن هو عايز يقدم لك حاجة ويرجع ندمان، نرجع حقك عليا. كارت الهدية وكارت مكالمة التليفون كمان بيقول لك برضو أنا براقبك كتير، مش عارف أشيل عيني عنك، نفسي أرجع أتواصل معاك تاني وأجيلك بسرعة. نفسي يكون في بينا مكان محايد نقعدوا نتكلموا فيه ونسمعوا بعض، نكون في ترابيزة، يكون في مكان كده نقعدوا نتكلموا مع بعض. ده ليه؟ لان انت حب الى ما لا نهايه، انت توأم روحه. انت برج الاسد اتكرر لك كتير في القرايه هنا دلوقتي. انت توأم روحه، انت الست الجميله اللي ما قدرش ينساها، ما قدرش يستغنى عنها. اه فعلا انا اسف، انا دخلت طرف ثالث، بس انا خلاص يعني ما بعد اللي انا شفته في القرايه، ان انا نفسي انا حد تقيل وقاعد، وعرفت قيمتك وعرفت ان انت حد ما ينفعش اضحي بيه. انا اسف، انا مت في بعدك عني، كنت في تابوت، كنت حاسس ان انا عايش في تابوت، انا كنت ميت وطلعت من التابوت، ونفسي اشوف الدنيا، نفسي اشوف العالم تاني، نفسي ارجع لك تاني، لان انت حد جميل وطيب وما ينفعش اضحي بيكي. فطبعا القرايه واضحه وكلها تدل يعني ان الحمد لله الطرف الثالث كتر خيرك، متشكرين كده، احنا مش عايزينك تاني، متشكرين لحضرتك، لانه نفسه يرجع يتواصل معاك وبسرعه وبيحل لك. وفي مكالمات طبعا العصيان دي كلها دليل ان في مكالمه تليفون قريب، وطبعا دي مكالمه تليفون جايه قريب. فربنا يفرح قلوبكم يا رب. اللي حابب قرايات خاصه يتواصل معايا. برج الأسد طلع لي برضو كذا مرة في القراية هنا كتير، طلع لي كتير. برج الدلو وبرج القوس، برج الجوزاء، برج الميزان. اللي حابب قرايات خاصة تواصل معايا 015 54660065 من داخل مصر، واللي من خارج مصر 002015546660065 لحجز القراءات الخاصة. ويا رب تكون القراية عجبتكم، وأشوفكم على خير.